النهارده هنفهم مفهوم اللايرز في الفوتوشوب، لان لو فهمته هتبقى فهمت اكتر من 75% من برنامج الفوتوشوب، لان اغلب تعاملك مع اللايرات في الفوتوشوب. وفي نفس الوقت هتلاقيه نفس المفهوم متكرر في برامج ادوبي كلها تقريبا بس باسماء مختلفه. وفي نفس الوقت تعلمه هيساعدك انك تعلم اي برنامج من برامج ادوبي، لان تقريبا نفس الكونسيبت، نفس المفهوم هو مش بيتغير. اول حاجه لو قائمه اللايرز من ظاهره عندك، هتروح على ويندوز وتدوس على لايرز او تدوس على الاختصار بتاعها F7. دلوقتي انا فاتح عمل بسيط عشان نوضح مفهوم اللايرز اللي عايزين نوضحه. دلوقتي عندي لاير باك جراوند وعندي دايره حمراء ودايره سوداء. كل الفكره ان اللايرز ان هي عباره عن طبقات فوق بعض. لو مثلا سحبت السوداء تحت كده، بقيت السوداء تحت الحمراء. لو عايز اخلي السوداء فوق بسحبها لفوق كده، وهكذا. يعني انت التصميم بتاعك كل عنصر في لاير وحده عشان يديك اريحية. ومن ضمن وظائف اللايرز ان ممكن مثلا تمسك مثلا تحدد كذا لاير كده وحطهم مثلا في جروب. هتدوس جروب يتعمل لي جروب وتحط هما الاتنين فيه. لو دوست على الجروب اخفاء، دوست علامة العين دي كده ما شلتها كده، خفيت اللايرات بس مش ظاهرين. لو حطيت العين هيظهروا مع بعض. دي من خصائص الجروب. دي مفهوم اللاير ببساطة.